عايزني اشتريه ب75 جنيه واماكن بتبيعه ب90 جنيه. قمت عملته في البيت ما كلفنيش ال25 جنيه. جبت 3 كوبايات كبار من الدقيق، نزلت عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من السكر، وعليهم رشة فانيليا زي ما انت شايفة، وربع معلقة من البيكربوناتو او البيكنج باودر. وهقلب الكلام ده كله على الناشف زي ما انت شايفة كده. اه والله مش محتاجين حاجة اكتر من كده. هقلبه كويس. من ناحية تانية كنت بغلي المية في الكتل، وبدل ما احطه على النار المية سخنة قدام عينيك اهو. هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، عليهم ربع كوباية من الزيت عشان اللقطة دي ما جاتش. وهنزل باخر حاجة المكونات الناشفة اللي انا قلبتها، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. لو الدقيق بتاعك مش دقيق عجن هتحتاجي من 2 ل3 من الدقيق. هنا هتفرق على الدقيق. انا لقيت العجينه طريه قوي فنزلت بمعلقتين كبار من الدقيق، واخر حاجه نزلت معلقه بيها كبيره. ادي جهزت العجينه، هحطها ترتاح على جنب. من ناحيه تانية الشربات بتاع بلح الشام تقيل، فهنزل ب3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين الا ربع من الميه، رشه فانيليا، وهولع عليه على النار. هسيبه ياخد غلوه واحده وهطفي عليه. هرجع اجيب العجينه، هلاقيها الحمد لله حلوه جدا ناعمه، فيها سنه من التلزيق، طبيعي تكون ملزقه. هنزل بيها في كيس او اي حاجه بتشكلي بيها بلح الشام، وهنزل في الكيس بالكمية كلها لحد ما اخلصها. وهعملها خط مستقيم لاين كده، وهبدأ اقطعه بالسكينة. كان هيبقى اسهل عليا كتير بما ان الكيس ده كان قماش مش سيليكون. جبت الصينية، ما شاء الله خدت 3 صواني كلهم، ادي اللي قدامك واللي ورايا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هعمل خط كده طويل مرة واحدة لحد ما اخلص الكمية كلها، وبعد كده ابدأ اقطعهم الاحجام اللي انا عايزاها. شوفي الحجم عايزاه كبير او صغير وقطعيه. بس كانت دي اسهل حاجة بالنسبة لي، كانت الصينية بتجري مني فمغلباني، فمش نافع اعمل واحدة واحدة. فكان هو خط واحد كده هو على طول زي ما انت شايفة، وقطعه بالسكينة. ما خدتش معايا ثواني، اللهم بارك. اتقل حاجة في بلح الشام الضغطة وانتي بتطلعيه من القمع بتاعه، متعب فعلا. ده اللي تعبني ويمكن خلاني زمزقت شوية، بس هو في الأصل عمل معايا كمية محترمة جدا، 1.5 كيلو. ما شاء الله. كلنا فيه يومين وشبعنا، وما كانش أسهل ولا أحسن ولا أنضف من كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة، عملت ال3 صواني. وكمان لقيت فيه شوية لسه في الكيس، بدأت ألزق كله في بعضه من غير ما يمسكوا في بعض زي ما انت شايفة كده. لازم اخلص الكمية، مش هرمي اي حاجة. خلصت كل الكمية وقطعتها برضو الاحجام كبيرة على صغير عشان الولاد لو هياكلوا، واحنا كبار مش ناكل الحجم الصغير ده. زيت سخن ونزلت بيه زي ما انت شايفة كده. هنزل بيه واحدة ورا التانية. حاولي ما تمليش الطاسة قوي عشان ما يمسكش في بعضه. انا يا دوبك كنت بحط وابدا افرفطه جوه، بياخد لون بسرعه، وابدا افرفطه من بعضه او ابعده عن بعضه عشان ما يمسكش في بعضه. هخلص كل الكميه دي كلها، هيبقى فاضل تركه الشربات كان في اللبانه اللي قصاد عينيكي على الشمال دي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هخلص الكميه، هقوم جايبه حله هدلق فيها الشربات زي ما انت شايفه دلوقتي حالا كده. ويا دوبك هيطلع من الطاسه ينزل في الشربات، ما يقعدش اكتر من دقيقتين عشان ما يطراش منك. خدي بالك من التركه دي. يا دوب هطلعه من الزيت على الشربات، اقلب دقيقتين، دقيقه واشيل. مش يعني دقيقتين حتى، يمكن يبقى كتار عليه عشان العجينه ما يشربش منك زيت، ما يبقاش مقرمش كده زي اللي بنجيبه من بره. يا دوبت اهو عقبال ما حطيت الطاسه رجعت شيلته من الحله. اللهم بارك، مفيش احسن من كده. جوسي جدا جدا جدا، من بره مقرمش من بره ومن جوه طري. مفيش احسن من كده. حلو، جربيه الكميه دي كلها. كل اللي غرمناه نص كيلو دقيق ومعلقتين